بمجرد ما سمعوا الحكم بالإعدام ووقعوا من طولهم واحد ورا التاني. ومش بس كده، ده كمان الست اللي اتحكم عليها معاهم فضلت تدعي على القاضي بأعلى صوتها. والتالت أول ما سمع الحكم ما سيطرش على نفسه ولا مسك لسانه، فضل يتحسبن لحد ما الجلسة خلصت. اللي يشوفهم كده يقول لك ان دول ما عملوش حاجة والقاضي ظلمهم، لكن لما دورت وعرفت اللي حصل منهم قلت هم زعلانين ليه؟ ما القاضي حكم عليهم بحسب اللي عملوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي شفتوه دلوقتي ده واللي لسه هنشوفه كامل مع بعض ده حاليا ترند، لكن الناس مش فاهمة منه اي حاجة، لان كل اللي في الفيديو هو قاضي بيحكم على 4 اخوات بالاعدام وبيبرأ ال5 اللي معاهم ومش عاجبهم الحكم وبيدعوا على القاضي، والناس بتسأل مين دول وفي ايه بالظبط وايه قصتهم. وعلشان كده في الفيديو ده هحكي لحضراتكم تفاصيل الموضوع بالكامل، بس يا ريت قبل ما نبدأ تعملوا لايك للفيديو وتصلوا على النبي، ويلا نبدأ الفيديو. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة سالي صابر عبد العال خليل، وصبري علي صبري عبد الله، ورامي صابر عبد العال خليل، ونور علي صبري عبد الله بالإعدام شرط ومصادرة الأدوات والمخطوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعين الحق المدني مبلغ 300,000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمتهم مصروفاتها. ثانيا ببراءة الجليلة صابر عبد العال علي خليل مما أفسد إليه السلاح الناري الموزع، وألزمته المصاريف رفعت الجلد. واللي حصل ان في 2023 وبالتحديد منطقة بولاق الدكرور محافظة الجيزة كان فيه شاب بيهدد بنت بصور ومقاطع مش كويسة، والموضوع ده وصل لأهلها حسب تحقيقات النيابة معاه. وهنا كان المفروض في وقتها يعملوا محضر فيه وهياخد حكم مشدد، وده حصل كتير جدا، والقضاء ما بيتهونش في المواضيع اللي زي دي حتى لو بيهدد البنت وماسك عليها حاجات حقيقية فعلا. يعني طالما هددها او نشر وبعت للناس روح واعمل محضر وارفع قضية، وسواء مفبرك او لا وباي وسيله وصلت له الحاجات ده هيتجاب وهياخد حكم مشدد وهيتعلم الادب في السجن، وحصلت كتير جدا. المهم اخوات البنت ال3 واختها قرروا هم ال4 واتفقوا انهم يتخلصوا منه تماما، وحطوا الخطه اللي هو ازاي يستدرجوه للمكان اللي هينفذوا فيه الجريمه. فاختها اتصلت بيه واستدرجت وقالت له تعالى للمكان الفلاني وهي هتكون معايا وهخليك تقعد معاها ونحل المواضيع مع بعض. وبالفعل سمع لكلامها ووقع في الفخ، راح للمكان البعيد وهناك كانوا مستنيينه ال4. اختها اللي اتصلت بيه واستدرجت للمكان واخواتها ال3، واول ما وصل بالظبط مسكوه كتفوه بحبل شلوا حركته تماما، وبعدها ربطوا قماشه على بقه علشان صوته ما يطلعش وامرهم ما يتفضحش، ومن بعدها بالسكين نحروه لحد ما لفظ انفاسه الاخيره، واخدوا منه متعلقاته زي التليفون وغيره، وبعدها اشعلوا النار في جثمانه علشان يخفوا معالم جريمته. وبسبب اللي عملوه ده الواقع ارتبطت بأكتر من واقع، يعني حسب كلام المحامين في أكتر من جريمة في جريمة واحدة بس مع سبق الإصرار والترصد. تم القبض عليهم ال5، وبعد التحقيق وتمثيل الجريمة القضية تحولت جنايات علشان من أيام بس يتحكم على ال4 بالإعدام والبنت ال5 بالبراءة. البنت أخذت براءة علشان ما ثبتش عليها أي اتهام إنها كانت تعرف حاجة عن ترتيبهم ولا ليها علاقة بالجريمة من الأساس. طلعت ووضحت لحضراتكم الموضوع بالكامل علشان
كان الفيديو انتشر بشكل كبير جدا، واغلب اللي شاف الفيديو ما يعرفش ايه الموضوع، وكل واحد بيتكلم على مزاجه من غير ما يعرف القصة ولا ايه الموضوع بالظبط. بس كده ده الموضوع بكل تفاصيله. يا ريت ما تنساش وانت بتسمعني دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتدخل للصفحة تعمل متابعة، ده لو حابب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.